هلا والله، مساء الخير، حياكم الله. بسم الله، هذا الضباب. ايوه، اليوم تحدي بلوت بث مباشر، بيكون في حسابي وبيكون في حساب ابو هيا. بنزل لكم طبعا حساب ابو هيا بعد شوي. بث مباشر لعب بلوت، جاييني ناس يتحدون. جاهز؟ ابو ابراهيم طبعا انت ودي اخليك حقهم بس اخاف اطقهم. لا والله ما يصلح حكم. إيه. وبيكون في حساب ابو هيا، بنزل لكم طبعا حساب ابو هيا بعد شوي. بث مباشر لعب بلوت، جاييني ناس يتحدون. جاهز؟ ابو ابراهيم طبعا انت ودي اخليك حقهم بس اخاف اطقهم. لا والله ما يصلح حكم. ايه، مجهزين الطاوله، الكشاف، مجهزين كل حاجه. اللي ما ضافني طبعا في التيك توك يضيفني، نايف مثلا يكتب على طول يلقى في 86 الف فيه موجودين. بث مباشر، بس متى بيكون؟ بعد شويه وانا الحكم الدولي وده مكتبي. صادق. لا ينكسر لا ينكسر لا ينكسر لا ينكسر. يلا بكيفك. على العموم اللي ما ضاف يضيف في التيك توك. واليوم العشاء مصلح ابو عبد الرحمن وولد الخاله، الله يسعدك. وش حاشي؟ حاشي كبستين حاشي. ابغى الضيوف اللي جو كل واحد لحاله. خمنقعيه، انتهى موضوعك. بيلعب في ام الضيوف. ها وانت ايش عندك؟ انا تقفل نفسه. خلاص. شوف اللحمه، شوف اللحمه ما شاء الله. ذبح المغرب. تدري كأنها بياض. قلبي. لا ثوبك قلبك ما ادري، اخاف انك نجس. الله يسعدكم. على العموم اللي ما ضاف تيك توك حق يضيفه، يكتب نايف الوثنان ولا يكتب ابو هيا. البث بيكون في الحسابين فقط. ها حبيبنا، بالتوفيق للجميع. طبعا بتكون ان شاء الله باذن الله بعد مباراه الهلال باذن الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. على الاخير متشقله بيض الله وجهك. كان شفت هذا الحين ترى هذا هنا شيء. كان فل. كان هنا بس انه عاد يعني سحبت. جعل بالعافيه يا ابو عبيد. طلع حار لما طلع هنا عقب العشاء ان شاء الله بيكون البث مباشر. ما انا توني ماكل حبه، اكل ثانيه. شيء اللي حلفت انا ما احب اللي حلف، ابغى ذا المقنبره. ايه يا غزه ابو هيا حبي تكتب في التيك توك ابو هيا او تكتب اسمي، بالبث بيكون مباشر منه ومنه مع زاويتين. بس بقول لك على نفس الاحكام ما نغير شيء باذن الله. طبعا الفايز يحكم زي التيك توك كذا بس انها بلوت. ايه بس هو اختار برضه حكم، قال 5 اسود. ايه اذا فاز عليك ايه اسود وجاهزه. اذا غلط رابطها ما يحتاج. بيض الله وجهك. بعد شوي بيكون هنا باذن الله التحدي باذن الله. هذه وش هذه الحين؟ بعدين انا فكيت مايونيز. ها يس هذه بتحطها. يوه يا الكشنه. يوه. اذا رايتم ما يعجبكم تبارك الله بيض الله وجهك. بيض ترى من العشاء سكت الباب من الصج والله من الصج. طبعا اضطرينا نحط صحنين، كل صحن فيه نص طبخه لان زياد طابخ طبخه وابو عبيد طابخ طبخه ثانيه. هذا النص حق ابو عبيد وهذا النص حق زياد. وجعله بالعافيه. يلا الكشنه يا عيال، الكشنه بسرعه يلا سريع. مكرونه وزعوها بالشكل المنظم. ايوه ارحب. يلا عشان نقلط العالم. يلا جيبوا اللحم واحد. هنا اعطه هنا. ما شاء الله تبارك الرحمن. اختفت معالم اكلتك واكلته. بس يلا عوافي. وصل بلدي. ما سالتك بس ريحته طيبه. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما سالتك ايش اسوي؟ طيب احب كل لقافه. خلاص بس البيض. جيب سكينه. ما يحتاج يا رجال كذا. ها هذه طاحت في السماطي. عادي طاحت في السماط. تكفون ما نبص. يلا لا بيدك. ايه انا ما احبك ايش تقعد كذا، حرام يا اخي. واقع. يلا هذه قاعد يوزع طال عمرك سام الخضار. اقول الله لا يخليني، بس لا منك يا ابو عبد الرحمن ولا ولد وخر راسك اشعرك شوي بعد مغطي، ولا من ولد خالتي. الله يسعدكم. يلا هذا اللحيمات كمان تنزل، لحمه حاشي طال عمرك من الملحمه. ها
ليش متاخر؟ عم حوته طقطقها. لا شوي ما ادري تدري عسل اي صادق. خلينا نحط له اللحم بس. يلا اللحمات وينها اللحمات؟ يلا سبحان الله سبحان الله. الواحد متى يجي فيتامين شو اسمه فيتامين ذاك من العباسيه راجعين بعد العام. فيتامين حق السعاده شو اسمه هذا؟ ابو هيا. الفيتامين حق السعاده ابو هيا شو اسمه؟ فيتامين السعاده شو اسمه؟ الدوبامين. اي ما يجيهم سبحان الله لو وقت العشاء يجيهم يرتفع عنده الفيتامين. يلا استريحوا حياكم الله على عشاكم. هذا بعد العشاء ان شاء الله. هذا جاي يتحدى بالوش. نشوف. يلا جاي يلا بسم الله. ابدعت ولا ما ابدعت؟ ما شاء الله. انا هذا اهم شيء اهم من البلد. احمد السلوم الله يسعدك يطول في عمرك يا رب. نورت مكانك. سموا خلاص وقفت التصوير. شوف هذا بيت خالتي. اسمع ترى عندهم بروتوكول، عندهم برستيج عالي يعني. لازم تسكر هذا القلابي، لازم ما تخش ما يدخلونك، لازم يشوفونك في الكاميرا قبل. سكر بسرعه سكر يلا. شوف اسمع وانت داخل وانت خش طو صوتك وقل ما شاء الله عشان انت تخاف من العين خالتي. طو صوتك عشان تسمع خالتي. ما شاء الله ايوه اي ما شاء الله تبارك الله. برجلك اليمين ما شاء الله سدت الشاشه ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك. تفضل الله يبارك لك. لا في الارض اسمع خليك في الارض. ترى امك من النوع اللي بتلعن ام بالسلسله فيها. خليك على الارض تعال ترى ايه ايوه يلا نقعد على الارض احسن. ايه على الارض احسن. اي ما عليك وتقعدوا على الارض. ما عليك حوده عيب عليك والله. طلبيه من اسبانيا. الكرسي هذا الخشب جاي من اندونيسيا شفته، والتصنيع كان في تايلاند. حديد انا خشب. حتى التليفون ده بتاع حليم حافظ انا اعرفه. ايوه شو اخبارك يا حوده؟ الله يعافيك طال عمرك. هذه بعدين مو بالحين. حوده عندنا هنا في بيت خالتي طبعا اللي جيت نوم عندهم يمكن صغير يمكن طفل، عنده بروتوكول عالي مره، علمه الاشياء اللي في المنيو. وده بيت خالتك ولا ده بيت امه يعني بيت خالتك اي يعني ده بيت امك. وعملنا زحمه وعملنا فيلم. فكرت بيتك انت ذات نفسك تلاقيك شحات قد الدنيا. تتصل على بيت امك يعني قعدنا على الارض عشان الكنبه الحديد اللي انكسرت مش عايزه تنكسر زيها، وده عشان جاي من اسبانيا. لا اقول لك التصنيع اسباني، الخشب اندونيسيا، تايلاند، يعني كلها مجمعه مع بعض. مستحيل ينكسر مستحيل. ممكن تصور مع الكرسي؟ لا ممنوع عشان العين. خالتي من النوع اللي تخاف من العين. والله احنا عندنا برده والله الحمد لله. تدري دقيقه تتذكر يوم نشتري انا وياك البجوره من فرنسا؟ اي هذا يوم نروح نصيف مع الوالده. اي والله اسمع امانه تتذكر هذه من البرتغال. ها من البرتغال. هذا من البرتغال شارينها كيف في الشتاء. امك كانت حرانه. ده برده كمان ايام قسم بالله ايام امك كانت تاخذنا والله العظيم. الله رب يطول عمرك. شيء والنجفه دي ترى جايبها. هذه ما كنت معهم، ما كنت مسافر معكم. ما كنت مسافر صح؟ ايوه بس هذه جبناها من ايرلندا. ايرلندا وايطاليا وفرنسا ما شاء الله. اسمع ايش في؟ شفت رسالة امك في الواتساب من شوي لنا انا وياك؟ كم خليك شوي بنجيب لك قهوة. مش تعزموني طبعا. بنجيك دقيقة بنجيك. تعال لازم غسالة. امك قالتها في الواتساب غسالة. شوف بجيب الشاي. الموضوع عندي انا. الموضوع عندي انا. اسمع حاول تخليه يفسخ وانت بكرامة نعالة وعندي الموضوع. حاول ترى ما حد يدخل كندا. اي ترى خالتي من النوع ما
تبغى خالتي نخش بكنادرنا. هقول لك دقيقه على اساس ان انا داخل يعني معلش على اساس ان انا داخل يعني حاطط انت يعني سجاد وكده. اي راعي في البيت هذا تعتبره سجاد هذا. اي لازم والله لازم حوده لازم الخراجه كذا الخراجه عندهم نظام. دقيقة بس جيب رجلك يا ابو محمد لا ابو محمد خلاص رجلك نادر امسك خلاص امسك امي سامحتك. سامحتك لا عطى حوده عطها عشان تروش بها اليوم. عطها امك يلا. ايش بعد احتياط اسمع اصبر اشربها ولا امسحها بمنديل الاول؟ لا اشربها عادي مره. ايه عادي سبحان الله ما نوفى. ترى اي احد يجينا كذا مو بنت لحالك، اي احد يجينا كذا حتى ببيتنا لنا. يعرفون الغسال هم يعرفون. لا ما يعرف. ترى اسمع ترى مو بنت لحالك اللي يمسح رجوله وذا. لا بعد ترى في اشياء ثانيه ان شاء الله بنعلمك اياها. ما تعملوش تدليك كمان واحنا داخلين. ابشر احتياط. يعرف الغسال امسح. شي حتى اللي برا والمسح لمس كل شيء. خلاص بدل ما نعطي احد 500 قيمة امك تعطيهم 500 هنا. القهوة يلا القهوة. شو اخبارك يا حوده؟ الله يعافيك. ترى كل كذا يعني في عائلتنا كذا. اي احد يجي بيتنا غريب. كرسي وانا قاعد على الارض يعني عيب يعني صعب البيت قاعد على طب انا قاعد على الارض مثلك. ماشي انت زي انت ابن خالتهم انت ما تستحي عادي. اقعد معنا ولا اقرب. تقول له ما يخليه يشرب المويه. شرب جغم منها. شوف جغم منها شوي. لا يخلصها عشان نبغى الباقي. يا عمي بس عندي لا مو بهذه حقته. خلصت لسه فيها اشوف لا احترت خلاص امسك يلا خلاص. تحط لي شوي ها كلها تحط لي شوي على كتر. حي الله حوده الله يوفقك يا رب. شوف اسمع ترى انه كذا يعني في العائله كلها يعني اغلبيه العائله كذا غسال مو شو اسمه مو ذا يعني الواحد. الله حرم اخش معاك في حته ثانيه معاك هوا برا في السياره انت كسبت الكاس في السوق خليتني شكلي وحش قوي. قعدنا على الارض عيب قعدنا على الارض ما تستحي. خلاص اسمع ثاني تقول كان نايف بيدفع قيمة الكنب خليه يجلس فوقه. والله اي والله. خلاص حوده هي ما اخذتها من الحراج؟ لا والله ان شاء الله. اخذت من الحراج ولا تكذب علي؟ الصدقية من الحراج؟ يلا خلاص حوده حبيبنا تفضل. لا تموت قم من نفسك مصابعي ويا ساتر. اقعد خلاص اقعد. لا ما انا مش خايف يقرا الكلمه حاجه. لا والله ما يجي شيء. اي خلاص اقعد. بس الكلمه جايه من المانيا. لا خلاص اقعد عادي اقعد. بعد قلبي ما شاء الله. خلقوا ربنا. خلاص الحين قال بس ما عندك سالفه بكل شكل نايم ده يلا انقلع بس. حوده لا بعد اذنك ممكن اكلم بس بعد اذنك مراتي في مصر. هذا التلفون ما يكلم دولي. شايلين الصفر. ايه مشيوا الصفر. ايه الصفر الدولي. تذكرها اول البيوت شنو الصفر. ما في صفر شلناه شايلينه. وانت حاطه دق على اتصالات قال اقشع الصفر اقشعه. لا يدق عليه يعني امي تكلم نايف إيه عليه عادي. إيه. تكلم مصر. قل ليش؟ عشان الشغالات عندنا كم شغال عندنا في البيت هنا؟ عندنا 4 كم سواق؟ سواق 3 راح سافر ذاك. إيه سافر. عادل سافر ها؟ إيه. يوه يا ما شاء الله 4 شغالات و3 سواقين. ايه سواقين. والطباخات كم الطباخات؟ الطباخات 4.
لا ثنتين. ثنتين، واحدة تنوم والعصر والثانية شيء نص صفر عشان كذا. شيل نص صفر عشان الخدمات ما يكلم. شيل نص صفر كذا. تدري فاتورتهم يوم قبل ما يشيلون نص صفر كم جايه الفاتورة؟ 24,003 ريال. 24,003 ريال. ليه؟ بتكلموا العالم كلها. الله يخرب بيتك. قال الله يخرب بيتك، قل ان شاء الله. انا كذبت وصدقت الكذبه. اسمع، ابغى فرشه، مو فرشه اسنان، اي فرشه اسنان جديده عندكم؟ ايه قلنا خالتي يلا. اليوم في صبغه اللي دائما اعلن عنها ان شاء الله. تبيني اصبغ لك شيء؟ اشوف. وفي قطعتين هنا بس لا انت ما تصلح. اصبغ شعرك؟ ها؟ اشوف ما فيك شيء، مسود ما شاء الله. عندي الصبغتين هذه قد اعلنت عنها كذا مره وعليها عرض اليوم الوطني. هذه اي هذه اللي حطيتها في شنبي ودقني والله حلوه، وفي الشعر في الراس بعد ولا يخرب راسك ولا شيء، والحمد لله ما فيها اي شيء تقول والله شعري بيطلع مخيس لان صبغتها هذا طال عمرك صبغه. سم هذه صبغه زي الشامبو، تعاملها زي الشامبو. انا طبعا والله ودي اصبغ صبغه شعر تشوفونها قد اعلنت عنها قبل بصبغ الحين بروح احلق بعد شوي. جميله جدا، في البني وفي طال عمركم الاسود اللي تبغاه. احلى ما في الموضوع تعاملها كانها شامبو. والشيء الثاني طال عمرك فيها زيت الاركان، معطينك اياها 3 في 1. صبغه وزي الشامبو وزيت الاركان. شوفوا بصبغنا في البيت، ما كل الموضوع ولا وتطول بعد. شوفوا شامبو صبغه الشعر الدائمه بالكولاجين وزيت الاركان. طبعا في عندك الاسود وفي عندك البني. ترى بعلمكم حاجه، اللي بيستفيد منه اكثر الناس اللي عندها شيب. ليش؟ زي انا كل شهرين لازم اصبغ، كل شهرين شهر. شوفوا هنا هذا كله شيب. انت فيك شيب ها؟ كلنا. هذا شوف هذا في شيب. اللي بيستفيد منه الشخص اللي كل شهرين تصبغ في بيتك وانت قاعد، والكميه تقعد لك. الواحد يمكن يقعد لك الى 6 شهور ما عنده مشكله، على حسب اللي تصبغه. تبغى في الدقن، تبغى في الشعر، تبغى في الشنب، اللي تبغى. يعني اللي ذابحه الشيب كل شهر بدل ما تكلف على نفسك وتروح للمحلاق او تروحي للمشغل، انت في بيتك. والموضوع كله من 20 ل 30 دقيقه. هنا شوفوها من 20 ل 30. طبعا سويتها كذا مره هنا. شوفوا الوقت هنا من 20 ل 30 دقيقه. يصلح الحريم؟ حريم رجال عادي ما عندك مشكله، لا ما يسببك حتى جفاف. تخيل لو تحطها في الشعر ما يسببك جفاف. فكه حاطين عليها عرض، بتشتري واحده ما فيها عرض، تاخذ ثنتين. تبغى اسود تبغى اسود بني، تبغى بني اللي تبغى تشكل على كيفك. عليها عرض واصل الى عندك. بس ماني متكلم لان اوريكم الحين. يعني شوفوا باخذ اقل من 20 دقيقه. شوف ناظر، شوف الحين فكيت هنا ليه عصرت هنا يطلع لك زيت الارجان ويطلع لك الصبغه اللي فيها الشامبو نفسها. يعني خليني اوريك هنا عشان بس المغسله. شوف شلون يطلع لك هنا نوعين مو بنوع واحد. دقيقه تشوفون، شوفوا هنا يطلع لك نوعين. تشوفون الزيت مع هذا. وين تبغى تصبغ؟ انا اي الشنب ولا وش؟ انت بتصبغني؟ اي بصبغ عادي. وش يلا شعر جاهز؟ ايه ابراهيم تعال والله هينك امسك. طبعا ماخذين هذه لنا بس عشان في اماكن. يعني شوفوا هنا، شوفوا منطقه الشيب هنا. طبعا دقن اقدر اصبغه بس لا بصبغ الشعر عشان بس اوريكم انه ما يسبب جفاف، ما يسبب شيء. شوف في كذا حبه. لا بحط مويه ولا بدون؟ ما يحتاج. كأنك ايش اسمه، كأنك متروش عادي. شوف شلون. معليش يلا ابراهيم تعال. انت امسح عشان بقدر اصور بس. امسح. اي شوف كذا عادي كذا بالشكل هذا. يلا الاماكن اللي فيها شيء. يا اخي يدك غطت ام الشاشه كلها ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. طبعا من 20 الى 30 دقيقه ابد يرجع نفس ما هو، طقه واحده. خليني اخلص كامل. طبعا انا مسوي تجربه لنفسي، انا اتكلم عن نفسي انا واعلنت لكم كذا مره. ايوه الابيض كتير اهو. الابيض اهو، بص الابيض اهو. اتفرجوا على الابيض بعد ما نغسل هيبقى شكله زين اسود كحل. خاصه الاسود للدقن، هم يبغى بس الشعر.
صديق ايش فيهم انت؟ هذه جميلة جدا جدا جدا، لا تاخذ لك وقت وكميتها راهية ولا الو. ايش تبغى بعد ما زيادة؟ اقدر باليد صح؟ ها؟ عادي ما عندك مشكلة، عادي، حاط لك حدد زي الدسوس هم. شوف زيت الارقان فيه، شوف زيت الارقان مع الصبغة مع الشامبو. ترى تعامله كأنه شامبو عادي، بس انك تخليه 20 دقيقة ثم انت تروش عادي. يعني استخدامه سهل مرة. يلا رح. شوف الحين صبغناه كامل، اوكي؟ 20 دقيقة بالضبط، من نكمل حتى نص ساعة، لأنه شعره ما يحتاج انك تطول فيه. 20 دقيقة بالضبط إن شاء الله، وبخليه يروح يغسل شعره. في حاجه ثانيه، وشو؟ دقنه بص الاثنين بيض. ايه كنت عايز اعمل له خط هنا كده أنا اسود، وخط هنا اسود، وخط هنا اسود، والباقي كله ابيض، يعني مشجره نظر وجهه. يعني. يلا حبيبي يلا. طبعا الحين ما كمل 10 دقائق بس، قبل ما يطلب له سياره يرقى الدور الثاني. بيتهم كبير ما شاء الله، بيتهم كبير. اروح بالجولف. في الجولف؟ اي في الجولف. بطاريتها ما شاء الله ايه الجولف ده؟ الجولف نفس الموضوع بس. يلا اخلص غسل يلا. خلها بالجاكوزي لين نجي. اسمح بالجاكوزي. حطها بالجاكوزي، تعال بالجاكوزي. تعال روح بالجاكوزي. تبغى حار ولا بارد؟ حار ولا بارد؟ حمام سباحه 3 متر ده ولا ايه؟ ايه اي جاكوزي. روح غسل يلا، حتصدق نفسك انه في قصر. اخلص يلا. طبعا هو بيطلع من هنا يروح للبيت من الدور الثاني من فوق. احد قالك تطلع؟ بفضل بنت خالتي مره تبي تطلع، عيب. ادخل جوا لو سمحت، عيب. شاطر ولدي. سلام. ليتني مصور واحد جبهته اصغر بس. يلا عوافي. سلام ما شاء الله. التفت كذا ايش عجبني فيه؟ ما يطبع في اي زين، بس في الشعر. سبب لك جفاف في الشعر؟ بس مع ركن الجمال ايه هتلاقي كله موجود في الحال. الله وجهك. اقل من 20 دقيقه خلصنا الموضوع. طبعا تبغى الصبغه السوداء او البنيه موجوده، لكن العرض على الاثنين. لازم تاخذ الاثنين. تبغى تاخذ واحده بكيفك خذها، بس ترى ما له عرض. العرض على الاثنين. تبغى اسود، تبغى اسود بني، تبغى بني اللي تبغى. ب 169 ريال شامل الشحن والضريبه. واصله لي عندك 169. بكم؟ 169. لا اكلوا بسرعه، لحقوا بسرعه والله. ترى تاخذ واحد بالحاله ب 79 من غير الضريبه، من غير عفوا التوصيل. يعني تخيل واحد بس، لو حسبت الحبه الواحده تاخذها ب 79 ريال. اللي يبغاها بحط طبعا، حط الرابط حقها. الوحده ب 79 من غير التوصيل ب 30 ريال. تقول ابغى وحده. الشيء الثاني حاطين عليها ضمان 10,000 ريال. والله ما عايز تطلع. بس كيف؟ شوف يدي. كيف صبغه؟ شوف يدي. ايه اقول لك اللي بيستفيد اللي يصبغ كثير بيستفيد.